إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كنت امبارح بقرأ في سورة البقرة، فقرأت آية رعبتني وخوفتني على نفسي وعليكم. غلطة كبيرة بنعملها من غير ما ناخد بالنا كلنا. ربنا يعافينا ويعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي قبلها بيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ده السبب اللي خلينا نتكلم في الموضوع ده النهارده، ان احنا للاسف بنغلط غلطه كبيره جدا. ساعات بنتخذ انداد نحبهم من دون الله. طبعا ناهيك عن ان انا ممكن اكون بحب جوزي ويكون بعمل مثلا له اكل ولا بعمل له طلب وربنا سبحانه وتعالى ينادي عليا في الصلاه ما اهتمش واكمل اللي انا بعمله، او ان انا اكون بحب اولادي وبذاكر لهم او بعمل لهم اكل والصلاه تيجي ما اهتمش وافضل منشغله باللي انا فيه. ده موضوع تاني خالص. انما انا النهارده بتكلم على موضوع يعني ما يستاهلش ان احنا نروح النار بسببه، ان احنا بنتبع ناس ممكن يودونا النار ويجوا يوم القيامه يتبرؤوا منا. من دول لما نخش على صفحات الفيسبوك والماسنجر واليوتيوب والحاجات دي كلها، ساعات بنلاقينا مشتركين ومتابعين ناس محتواهم يكاد يكون ما فيش محتوى، ما فيش محتوى هادف، ما فيش محتوى تعليم. انا ما بتكلمش عن قنوات الدينيه بس، ولو ان احنا المفروض ننتمي لدين الاسلام ويكون انتمائنا كله لاهل الاسلام، ولكن حتى انا بتكلم على المحتويات التانية اللي يكون ما فيش محتوى راقي، ما فيش محتوى تعليمي، ما فيش محتوى ينفعني او يرفعني او يزودني. ساعات بتابع ناس يعني مجرد ان هم بيضحكوا بيهزروا بيتريقوا على حد، بيقدموا عري، بيقدموا حاجات تغضب ربنا، وانا للاسف بلاقي نفسي متابعهم وبضيع معاهم وقت كتير جدا. هاجي يوم القيامه هتسئل على هذا الوقت، ولما اتسئل واقول فلان ده اللي كان بيضيعني هيتبرأ مني امام الله، ويقول زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. اجي اقول يا رب ده هو اللي ضلني، يقول لي والله يا رب ما اعرفها، انا لا قلت لها اتبعيني ولا قلت لها تابعيني ولا قلت لها اعملي لي لايك ولا قلت لها اي حاجه ولا اعرفها اصلا. ساعتها من الغيظ والحسره اقول يا رب رجعني كره ارجع اتبرأ منه كما تبرأ منه. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في انواع من المتبوعين بيكونوا عارفين الناس اللي متبعاهم وفرحانين بيهم وعمالين يقول لك تابعوني واعملوا لي لايك واكتبوا لي تعليقات وعمالين يشجعونا ان احنا يعني نكمل معاهم، وبيكون المحتوى سيء جدا. فهو عارف انه بيعمل محتوى سيء وعارف ان احنا بنتابعه وبيشجعنا على السوء ده، ويجي يوم القيامه يتبرأ منه. وفي ناس متبوعين ولكن هم بيتبرؤوا من اللي اتبعوهم، زي سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. طبعا النصارى اتبعوه واعتبروه اله من دون الله، ولكن هو قدام ربنا سبحانه وتعالى بريء منهم، يتبرأ منهم، يقول يا رب انا بريء منهم، انا ما قلتهمش اتبعوني. لما ربنا سبحانه وتعالى يسأله ويقول له: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتبعوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فأنا بريء منهم يا رب. وبراءته مقبولة عند ربنا سبحانه وتعالى لأنه ما طلبش من حد يتبعه بالطريقة دي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من أحب. فدوروا يا حبايبي انتوا بتتابعوا مين وبتحبوا مين وبتعملوا لايكات لمين عشان ترفعوهم وتنفخوهم اكتر واكتر. خلي بالكم احنا لو لغينا تعليقاتهم، انا من النهارده قررت باذن الله ان اي حد انا هدور انا متابعه مين، مش هتابع الا القنوات اللي تستاهل ان انا اتابعها، اللي لما اتسئل عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى مش هبقى محرجه ان انا اقول يا رب انا تابعت الناس دي. فخلي بالكم متابعتك او الغاء المتابعه مش هيضر الشخص ده في حاجه. الغائنا لمتابعه النوعيه دي من الناس يا حبايبي هتنفعنا دنيا وهتنفعنا اخره. هتنفعنا دنيا ازاي؟ انا لما بتابع الاشكال دي من الناس
غصب عني وبدون ما احس لما باجي اتفرج عليه الاقي عنده 4 مليون و5 مليون واكتر متابعين، وانا ممكن يكون عندي قدرات احسن من اللي عنده بكتير. فبيني وبين نفسي كده بحس بالحسره. الشيطان بقى بيخش من المدخل ده ويقول لي انت ليه؟ ده انت احسن منه، ده انت اعلم منه، ده انت افضل منه. ازاي يبقى عندك ممكن تعملي محتوى اكتر منه وانت محدش شايفك ومحدش متابعك، وانت عنده وهو عنده الملايين دي كلها وبيكسب الفلوس دي كلها؟ فساعتها يدخل الشيطان من الناحيه دي. فانا لما الغي الناس دي يعني انا نفسيا هرتاح. حاجة تانية كمان، الشيطان بيخش من ناحية تانية لما يحسسك، لما تبص المظاهر الرفاهية والرغد اللي هو عايش فيه، وانت ممكن تكون مش لاقي الاكل، ولا ظروفك صعبة، ولا مش لاقي تتجوز، ولا مش لاقي تلبس، ولا مش لاقي تعالج عيالك. ساعتها في اللحظة دي برضو الشيطان بيخش من الباب ده ويقول لك الفاشلين اللي ما تعلموش، مش حافظين القرآن، ما بيعملوش حاجة مفيدة، احسن منك ومستواهم اعلى منك وافضل منك. هضرب لكم مثلا، يعني في بعض الممثلين انا لما بشوفهم يا جماعه وهم ظاهرين على السوشيال ميديا، انا ساعتها بيجي لي احساس بالظبط باحساس الايه بتاعت قارون لما ربنا سبحانه وتعالى قال على قارون وخرج على قومه في زينته. ساعات تلاقيهم في ابهى صوره، في الشكل وفي اللبس وفي العربيات وفي المستوى، فسبحان الله بيظهروا بطريقة مستفزة للناس، فبتتعب الناس وتخليهم عندهم حالة من عدم الرضا والسخط والحنق والإحساس بإن أنا أقل من الناس وإن الناس دي كلها أحسن مني. خلت الطلبة ما عادوش عايزين يكملوا تعليمهم ومش عايزين يدرسوا ومش عايزين يذاكروا. ما هو يعني نماذج كتير مش عايزة أذكر أسماء، مش متعلمين وما عندهمش أي حاجة، ورغم كده عاليين جدا ماديا. هضرب لكم مثل بقارون نفسه. قارون لما خرج على قومه في زينته واتباهى يعني قدام الناس باللي عنده، ايه اللي حصل؟ خسفنا به وبداره الارض. كانت كنوزه لتنوء بالعصبة اولي القوة. الناس مش عارفين يشيلوا مفاتيح الكنوز، مش الكنوز نفسها، ورغم كده بيته بكنوزه بكل اللي حواليه الارض ابتلعتهم بسبب عصيانهم وبعدهم عن ربنا. ومشهور ولحد النهارده مذكور سبحان الله. واحد زي فرعون استخف قومه فأطاعوه، كان بيقول للناس أنا ربكم الأعلى والناس متبعاه وماشية وراه. كانت النتيجة إيه؟ إنه لما غرق هو واللي معاه، اليم كل الكل، كل التابع والمتبوع. ربنا يعافينا ويعفو عنه. في الوقت اللي فيه ناس يعني تكاد لا تذكر، محدش عارف عنهم أي حاجة، ورغم كده ربنا سبحانه وتعالى كرمهم. لما ننظر لأهل الكهف وأصحاب الكهف، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ربنا سبحانه وتعالى كرمهم وذكرهم في القرآن. الحكمة في الموضوع ده ادور انا بتبع مين، ادور انا بحب مين، ادور انا بمشي ورا مين، عشان يوم القيامة لما ربنا يسألني اعرف اجاوب، عشان ما بقاش يوم القيامة أدور على فرصة إن أنا أرجع عشان أتبرأ منه كما تبرأوا منه. ربنا سبحانه وتعالى أنت يوم القيامة لما تقف قدامه، لما نقف قدام ربنا احنا الاتنين، هو هيتبرأ منك، قول يا رب أنا معرفوش، وانت هتقول يا ليت لي كرة فأتبرأ منه كما تبرأ مني. لعل الكرة دي دلوقتي ونلحق نتوب ونلحق نرجع ونلحق نمسك موبايلاتنا ونلغي كل المتابعات لأي حد محتوى غير هادف. انا ما بتكلمش عن المحتوى الديني، لا انا بتكلم على اي محتوى غير هادف، تريقه، استهزاء، عرض للعري، عرض لحاجات سيئه. انا عن نفسي في ناس في يوم من الايام دخلت على التيك توك او على بعض على الفيسبوك او على حاجه، ضحكت هزروا فضحكت فتابعتهم. النهارده باذن الله لله هعمل دي لله. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. أي حد بتابعه محتواه غير هادف أنا مش هكون سبب في إن أنا أنفخه لحد ما يحس إن هو على شيء وهو لا يسوى أي شيء عند ربنا ولا عند الناس ولا بيعمل حاجة مفيدة. فعايزين نجاهد نفسنا. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وقبل ما تتابع حد ولا تعمل لحد متابعة افتكر الآية دي: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ونفتكر الآية اللي قبلهم إن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن إننا نتخذ أندادا نحبهم كحب الله أو أشد حبا لله. وده اللي بيحصل فعلا. سارقين مننا وقتنا، سارقين مننا طاقتنا، سارقين مننا هدوءنا وسلامنا النفسي. عايزين نرجع نتصالح مع نفسنا وما نتابعش إلا اللي يرضي ربنا، وما نمدش إيدنا نعمل لايك ولا قلب إلا للحاجة اللي لما نتسأل عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى نفرح باللي احنا عملناه. ربنا يتقبل مني ومنكم صالح العمل، واشهدوا الله أني أحبكم في الله. والنصيحة دي بنصح بيها نفسي وإياكم. أي حد فينا
بيعمل أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى ممكن يزعل منها، اتركوها لله، ربنا هيبدلكم خيرا منها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.